ودي غلطه كبيره جدا ما تعملهاش. الشك واخد 80% من الصوره. حول لي 100,000 جنيه دلوقتي، عينيا يا حبيبي خدهم. حولت لك 100,000 جنيه، فانت حاجز 4 رحلات وهروح الف في اوروبا وانا بقبض مرتب 200 جنيه. ما هو يعني شغل الدماغ. هيقولوا لك سكه السلامه يا صاحبي. مش هروح اقعد 10 ايام في فيينا بس، انا حياتي هقضيها في فيينا في فندق واحد. 2 الطيران، عايز حجز الطيران. كتير ناس بتقول لك احجز طيران مؤكد، احجز طيران مؤكد بس ريفاندبل وهتخسر مش عارف كذا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه هي الشنجن فيزا، بتدخلك كام دولة، ايه المميزات بتاعتها، ازاي تحجز الميعاد، وكل المعلومات دي. هنتكلم النهارده بقى عن ايه؟ عن الورق اللي مطلوب لك عشان الشنجن فيزا، ازاي تحضره، ايه كل ورقة، ايه الحاجات اللي مطلوبة فيها عشان ما تقعش في اي اخطاء ويبقى ورقك كله مظبوط 100%. نظبط الحجوزات بتاعتنا، ما هي دي بقى. ولازم نعمل الحجوزات الاول قبل ما نملى الابلكيشن بتاع الشنجن. ليه؟ لان في معلومات في الابلكيشن بتاع الشنجن بتتملي من الحجوزات اللي انت حجزتها. اول حاجه وانا بخطط عشان اعمل الحجوزات بتاعت الرحله بتاعتي او برنامج الرحله، انا مقدم على فيزا قد ايه؟ 3 شهور، 6 شهور، سنجل. فلو انت مقدم على فيزا اول مره مثلا لليونان وحطيت رحله واحده 3 ايام، فاحتمال كبير تجي لك الفيزا 3 ايام سنجل انتري. لكن لو انت هتقدم على فيزا ومحتاج مده طويله 3 شهور 6 شهور، فبتعمل رحلتين او 3 في الفتره الزمنيه دي. انا مثلا لما كنت مقدم في النمسا في شهر 12 حطيت رحله في النمسا في شهر 12، وفي شهر 5 قلت لهم ان انا رايح اسبانيا. خلاص، فعشان كده انا محتاج فيزا 6 شهور متعدده، فادوني زي ما طلبت فيزا 6 شهور متعدده. فشوف انت عايز ايه، وبرده ده تاريخك المسافر في السفر عامل ازاي عشان يطلعوا لك بيه الفيزا. وهيجي بعد كده هنقوله حسابك البنكي ودخلك عامل ازاي. فمثلا مش حاجز 4 رحلات وهروح الف في اوروبا وانا بقبض مرتب 200 جنيه. ما هو يعني شغل الدماغ. فاي حاجه منطقيه هتقدمها الناس هتقول لك اهلا وسهلا اتفضل. هتقدم اي حاجه بره اللوجيك غير منطقيه كوكب تاني هيقولوا لك سكه السلامه يا صاحبي. اتفقت، عملت خطه الرحله، كتبت كده انا هعمل رحله واحد من كذا لكذا في بلد كذا، من كذا لكذا في بلد كذا. ابتدي اعمل حجوزات الفنادق وحجوزات الطيران. رقم 1 حجز الفنادق. طيب انا مسافر وليكن النمسا، خلاص هناخد مثال من اللي انا عملته. مش هروح اقعد 10 ايام في فيينا بس، انا حياتي هقضيها في فيينا في فندق واحد. ما هو ده برضو مش منطقي، ولو ان انا قدمت كده قبل كده، قدمت على اليونان 10 ايام في فندق واحد وطلعت لي الفيزا، بس مش ده الصح لو انا عايز مده طويله. خلاص، اعمل ايه؟ انا رايح النمسا فهروح يومين في فيينا، هروح يوم في هالشتات، هروح سالزبورج. فحجزت 3 فنادق في 3 مدن تكفي الرحله ال10 ايام بتاعتي. انا راجل سايح جاي الف الدنيا عندكم اشوف فيها ايه. خلاص، فده ايه، انا بحجز بشوف 3 اماكن او مكانين او مدينتين هروحهم وفندقين. ونراعي هنا ان الفنادق تكون مناسبه لبادجتي انا كانسان. يعني انا بقبض كذا ومصاريفي كذا وكشف الحساب بيدل على مستوايا، يبقى هحجز فندق في مستواي. انا بقدم حجوزات هوستلز ب $15 ب $20، مش بقدم حجوزات فندق اصلا. وده مقبول، هما الناس فاهمين ان انت ممكن تكون رايح تقعد في هوستل، انت ده رايح تتفسح فسحه في البادجت في السريع، فما عندهمش مشكله. بتعمل الحجز ازاي؟ بتخش على موقع زي booking.com وتحجز فندق يكون الريتنج بتاعه معقول، وتختار الدفع عند الوصول، ولازم يكون قابل للالغاء يعني فري كانسليشن. خلاص، قابل للالغاء مجانا. فانت كده بتخش تحجزه وبتحط بيانات الفيزا بتاعتك بس ما بيتخصمش منك حاجه، وفري كانسليشن لحد قبل السفر. مثلا شوف قبل السفر باقرب حاجه، بحيث انت لو ما طلعتلكش الفيزا تكنسل الفندق ده، لو طلعت لك الفيزا هتكنسل الفندق ده برضو، لان انت هتشوف بقى اختيار تاني، هوستل تاني، مدينه تانيه، تغير برنامجك كله زي ما انت عايز. بس تختار حاجه تكون فري كانسليشن وبيمنت او الدفع عند الفندق نفسه، وبتطبع الكونفirmation اللي بيجي لك على بوكينج وتحطه مع الورق بتاعك. رقم 2 الطيران، عايز حجز الطيران. طيب هنا التركه في حجز الطيران،
كتير ناس بتقول لك احجز طيران مؤكد، احجز طيران مؤكد بس ريفاندبل وهتخسر مش عارف كذا. انا كنت بعمل كده زمان ودي غلطه كبيره جدا، ما تعملهاش. خلاص، هو مش مطلوب منك حجز طيران مؤكد، مطلوب منك حجز طيران مبدئي. هتقول لي اروح لشركه سياحه تعمله، هقول لك احنا اتفقنا ان احنا هنعمل كل حاجه من غير شركات سياحه، كل حاجه على النت هتخش تعملها. خلاص، هتخش على موقع اسمه فلاي ان معروف، هحط لك اللينك بتاعه برضو، وتختار الرحله المناسبه ليك، اليوم اللي اتفقنا عليه واليوم اللي رجع فيه، والرحلات تبقى مناسبه لمين؟ للفنادق والابليكيشن وكل الورق ايه مستف زي بعضه. حجزت يا باشا الرحله، بتخش تختار الدفع عن طريق فوري. خلاص، وبيجي لك على الايميل الحجز غير مدفوع، تخش تطبعه بس خلاص، ومكتوب عليه حجز غير مدفوع، وبيقبلوا فيه في السفاره وما عندهمش فيه اي مشكله. خلاص، فكده حجزنا الفندق، حجزنا ايه الطيران. رقم 3 مش شرط بس انا بحب اعملها، لو انا هتنقل من مدينه لمدينه، هروح من فيينا لسالزبورج مثلا، فانا هاخد قطر، فانا بخش على موقع اسمه اوميو، هنحطه لك برده في الديسكريبشن. بخش اكتب انا رايح منين لفين، يطلع لي الاوبشنز، اختار قطر في الميعاد اللي انا شايفه مناسب، واخش. وقبل خطوه الدفع على طول بدخل اسمي وكل حاجه، وقبل خطوه الدفع على طول بطبع الحجز، بعمل خش على الكروم وتكتب برنت بيج، هيطبع لك الحجز وبضيفه مع الورق بتاعي. ده مش ضروري، الضروري هو الطيران والفنادق بس، ده برضو بيعزز موقفك ان انا مرتب كل حاجه، حاجز اتوبيساتي لو في باخره حاجزها، لو في قطر حجزه عن طريق اوميو، وبعت لكم ان ده الايتينري بتاعي. خدنا الميعاد، جهزنا الحجوزات دي طبعا كلها تطبع وتتحط، ويا ريت تحطها بالتسلسل المنطقي، ما تعذبش الناس وراك عشان ما تقرفهمش. يعني ما تروحش بقى ايه، انا حاطط حجز الفندق الاخير في الاول وحجز الفندق الاول في تحت الورق تحت. رتبهم انت، بدل ما حاجه تضيع او حاجه ما ياخدوش بالهم منها فيرفضوك لاي سبب، فما تديش الناس اي سبب يرفضوك. بلاش ايه الفكاكه، رتب انت ورقك وظبط حاجه. ايه الورق المطلوب؟ طبعا اول حاجه مطلوبه هو ايه؟ الباسبور الاخضر الجميل بتاعنا، ولازم يكون فيه على الاقل 6 شهور في الصلاحيه، ويكون فيه صفحتين قدام بعض فاضيين عشان يحط لك الفيزا. ما تروحليش بباسبور ما فيهوش ولا صفحه فاضيه، ما هو مش هيحط لك الفيزا على الغلاف، هو يعني هو ده مش كفر ليتر، مش هيحط لك على الغلاف. لازم يبقى فيه صفحتين ايه قصاد بعض فاضيين، و6 شهور صلاحيه. رقم 2 بتطبع من على الموقع اللي حجزت منه الشنجن فيزا ابلكيشن، او اللي هو طلب التقديم للفيزا الشنجن، وتملى كل البيانات فيه بدقة شديدة مطابقة للمواعيد اللي انت حطيتها. وهنا هتيجي حاجة، ليه انا قلت لك تحجز حجوزاتك قبل ما تملى الابلكيشن بتاع الشنجن فيزا؟ لان في الابلكيشن بتاع الشنجن فيزا بتحط عنوان الفندق. خلاص، فلازم تحط عنوان فندق من الفنادق اللي انت حاجزها، وليكن الفندق اول واحد هتقعد فيه مثلا بتحطوا العنوان بتاعه ورقم تليفونه وايميله، ودول كلهم بيبقوا موجودين على بوكينج في بيانات الفندق. رقم 3 الصور، حضرتك بتجيب صور الشنجن فيزا 3.5 في 4.5، يكون وشك واخد 80% من الصورة. فاكر محمد هنيدي لما قال لك النضاره دي واكله نص وش؟ ما تحطش نضارات، ما تلبسش كاب، وهكذا. لازم الصوره تبقى واخده 80% من وشك ظاهر في الصوره. واي استوديو في البلد عارف مواصفات الصوره الشنجن، وهتلاقي المواصفات برضو على الموقع اللي حجزت منه. بعد كده محتاج الاتش ار ليتر او خطاب الموارد البشريه. انت شغال في شركه خلاص، فلازم تجيب لهم ورقه ان انت شغال في الشركه الفلانيه دي. ده بيبقى اسمه خطاب الموارد البشريه، مكتوب فيه انت دخلت الشركه امتى، بالك قد ايه شغال فيها، مرتبك كام، خلاص، واخد اجازه في الوقت اللي هتسافر فيه. كل الناس بتقول كده، انا بقدم اتش ار ليترز مش مكتوب فيها ان انا واخد اجازه وباخد الفيزا عادي، بس مكتوب ان انت يعني في مواصفات الاتش ار ليتر مكتوب ان انت يفضل ان انت تبقى مكتوب فيه انا ان الموظف متوافق له على اجازه في الوقت اللي هيسافر فيه. خلاص، فمرتبك، الديت اللي جويند فيه او دخلت الشركه امتى، وظيفتك ايه في الشركه، واخر حاجه الرقم التاميني بتاعك في التامينات. طيب هتقول لي انا زي حياتك كده دول شغال في شركه بره مصر
مش شغال في شركه جوه مصر. فبالتالي لا ليا ورق ولا ليا تامينات، وعلى باب الله. هتعمل ايه؟ بتجيب اتش ار ليتر من الشركه اللي انت شغال فيها بره مصر. خلاص، حتى انا قدمت قبل كده اتش ار ليتر مطبوع، الختم فيه مش حي، بس كان ماتشنج مع الحساب البنكي اللي بيتحول عليه مرتبي. خلاص، فهو بيقارن حالتك العامه. فلو انت هتقدم اتش ار ليتر لان انت شغال في شركه بره مصر، بتقدم الحساب اللي بينزل لك عليه مرتب من الشركه دي. طب انا شغال فريلانس او شغال اي حاجه، بقدم بقى كل المستندات ان انا شغال فريلانس والتحويلات اللي بتجيلي، وهو ده بيبقى المصوغ او زي خطاب الموارد البشريه بتاعتي. انا مش شغال، انا صاحب شغل. تمام يا باشا، تسافر، ما انت صاحب شغل ومعاك فلوس، ربنا يوفقك. بتجيب ايه؟ السجل التجاري والبطاقه الضريبيه بتاعتك، بتقدمهم مكان الاتش ار ليتر. والاتش ار ليتر لازم يبقى مختوم وممضي، خلاص، الا لو انت شغال بره مصر زي ما انا قلت كده، وبتقارنه مع كشف حساب البنك بتاعك. طيب، اهم ورقه، اهم ورقه في الورق بتاع الشنجن اللي فات كله مهم، بس دي قاتله: كشف الحساب بتاعك لاخر 6 شهور بالانجليزي. بالانجليزي، انت مش رايح جمصه، خلاص، بالانجليزي. خلاص. واي بنك عارف كشف الحساب بتاع السفاره، خش يقول له بس انا عايز كشف حساب يا باشا بتاع السفاره، هيقوم طابعهولك. خلاص. ولو عندك حساب غير ده بينزل لك عليه مرتبك، يبقى هات الحساب ده والحساب ده. او لو عندك فلوس في حسابات مختلفة، هات كشوفات الحسابات المختلفة. اهم حاجة يبقى كشف حسابك الرئيسي اللي عليه المعاملات الرئيسية، اللي هو بشتري بالكريدت كارد، بدفع الكريدت كارد، بدفع اقساط، بيجي لي عليه فلوس، بشتري شهادات، وات ايفر. كشف حساب الرئيسي. وكشف الحساب اللي بينزل عليه مرتب، ولو مرتبك بيتحول من بره مصر بالدولار، يبقى كشف حساب بالدولار اللي بينزل عليه المرتب بتاعك. خلاص. حاجه كمان، لو انا عندي شهادات او ودايع في اي بنك، بروح اجيب من البنك ده حاجه اسمها شهاده ارصده، لان الشهادات والودايع ما بتطلعش فيه كشف الحساب. فشهاده الارصده بتجيب الموقف بتاعك كله، الراجل ده صحيح حسابه ما فيهوش فلوس بس معاه شهادات. طيب، هتيجي الناس تسالني اقل حاجه في الحساب كام؟ مفيش حاجه اسمها اقل حاجه في الحساب كام. الحساب ده بيثبت ان انت شخص عندك بنك بتصرف. دلوقتي في حاجه في مصر اسمها التحول الرقمي، كل حاجه بتدفعها بانستا باي، بالكريدت كارد. لو انت عايش حياتك كلها كاش، فاحنا مش عارفين وضعك المالي ايه. في حاجه اسمها اي سكور، بعرف منه انت الكريدت ليميت بتاعك ايه او مديونياتك ايه. فالهدف من كشف الحساب ان هم يعرفوا ان انت مرتبط بالبلد دي، بتصرف، بتعيش، بتروح، بتيجي، بيجي لك مرتب. ده الهدف من كشف الحساب. وان دخلك، لان 6 شهور ده بيرفلكت دخلك، فان دخلك يبرر ان انت رايح تسافر اوروبا. فانا رايح اسافر اوروبا اقعد 3 ايام، خلاص، يبقى انا عندي مدخرات بالرقم ده، او مرتبي يغطي الرقم ده لما انا اجي اسافر. واكيد مش هروح اقدم وانا مفيش ولا جنيه في حسابي او في 10 جنيه في حسابي. ده مش منطقي. منطقي ان انا في حسابي فلوس، ومش منطقي ان الفلوس دي جت امبارح. فانا رايح اسافر، خالي حول لي 100,000 جنيه دلوقتي، عناية يا حبيبي خدهم. حولت لك 100,000 جنيه، فانت حسابك ما فيهوش فلوس، ما بتقبضش فلوس، جالك تحويل من محمد احمد علاء ب1,000,000 جنيه. طب ازاي؟ ازاي؟ فبلاش الحركات الغير منطقيه، او فلوس دخلت حسابك قبل ما تقدم على طول، ده غير منطقي. خلاص. انت شخص عادي عنده تعاملات على الحساب، عنده فلوس معقوله، حوشتها بقى ايه، مرتبك بينزل فانزل لك، بقيت محوش مثلا كل فتره يكفي الرحله اللي انت رايحها. رايح رحلتين 3 يبقى كذا، حاجز فندق ب1000 دولار في الليله، يبقى لازم ده يغطي في كشف الحساب بتاعك. بعد كده محتاج تطبع بوليصة التأمين الإجباري، دي موجودة في الباسبور بتاعك في آخر صفحة في الباسبور أهي. في آخر صفحة في الباسبور، كل الناس اللي معاها باسبورات جديدة موجود فيها وثيقة التأمين الإجباري، وده اللينك بتاعها، بتخش تكتب رقم الوثيقة وتطبع الوثيقة نفسها PDF. ما تروحش تصور الاستيكر اللي على الباسبور، هم مش معترفين بيه. خلاص. لازم تطبع الوثيقة PDF بالانجليزي وتاخدها معاك. طيب، نقطة تانية، لو احنا معانا حد قاصر او طفل مسافر معانا، بنعمل ايه؟ الوالدين الاثنين، الاب والام، بيمضوا
هناك في الايجنت بتاع السفاره بيمضوا الاقرار. واحد فيهم بيمضي ان هو هيصرف وملتزم بكل مصاريف الطفل، والاتنين بيمضوا الاقرار ان هم موافقين ان الطفل يسافر، زائد شهاده ميلاد بتاعه الطفل ده بتاخدها معاك، زائد شهاده انتساب من المدرسه، هو في مدرسه كذا فبيتكتب فيه ان الطالب ده مقيد في المدرسه الفلانيه في الفصل الفلاني في السنه الدراسيه الفلانيه. واحدة من أهم الحاجات اللي كل الناس بتسأل عليها هي إيه؟ شهادة تحركات. أيوه، حضرتك محتاج شهادة تحركات لو أول فيزا شنجن تطلعها، خلاص؟ أو لو ما عندكش فيزا شنجن في آخر 5 سنين محتاج تطلع شهادة تحركات، أو لو عندك فيزا شنجن في آخر 5 سنين بس في فترة بين نهاية الباسبور القديم وعلى ما طلعت الباسبور الجديد في فترة ما كانش فيها باسبور، يعني الباسبورات مش لحمة في بعضيها، ساعتها محتاج تطلع شهادة تحركات. وشهادة التحركات بتطلع من الهيئة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، بتقدم عليها اونلاين وتختار اليوم اللي تستلمها فيه وتروح تستلمها في منت وتروح وتترجمها وانت رايح السفارة ان شاء الله من مراكز الترجمة المعتمدة. في بعض السفارات بتطلب قيد عائلي، زي مين؟ زي سفارة البرتغال. أنا لما جيت أقدم على الفيزا للبرتغال طلبوا مني قيد عائلي، قلت لهم معيش ومش هلحق أطلعه وقدموها كده زي ما هي، فأمضوني على إقرار إن أنا بقدم الورق ناقص شهادة التحركات، ومع ذلك الفيزا طلعت لي عادي. بس لو أنت السفارة اللي أنت رايح لها بتطلب قيد عائلي، طلع قيد عائلي مش مشكلة. آخر ورقة، ودي ناس كتير ما بتعملهاش وهي مش إجبارية ولكنها مهمة في إن أنت تحصل على فيزا لوقت أطول، سواء 3 شهور أو 6 شهور أو سنة، خلاص. وفي ناس بتقول إن هي بيجي لها شنجن فيزا بال3 سنين وال5 سنين. أنا بشوف الكلام ده بس على الفيسبوك وناس محترمين أفاضل، ولكن أنا عمرها ما حصلت معايا. أنا طلعت 7 شنجن فيزا، منهم 5 في آخر سنتين، خلاص. طلعت لي 3 شهور في 6 شهور في 6 شهور، يعني ما طلعتليش اكتر من 6 شهور، ولكن في ناس بتقول ان هي طلعت لها 2 أو 3 أو 5 أو لنهاية الباسبور. ولكن أنا بقول على تجربتي والحاجات اللي أنا مريت بيها أو الناس اللي حواليا أعرفهم مروا بيها. أكتر حاجة خدناها 6 شهور، وأعرف حد خدها سنة، فبالتالي أكتر حاجة شفتها حد خد الفيزا لمدة سنة. الكفر ليتر أو الخطاب اللي أنت بتوجهه للسفارة، تقول لهم والله أنا مين وبعمل إيه ورايح عندكم ليه. 1 2 3، خلاص. انا محمد عادل حابب الف كل دول العالم، عندي ميزانيه اقتصاديه، هروح البرتغال، هسافر، هتفسح في المكان 1 2 3 4 وازور الاماكن دي وشكرا بس، خلاص. فالكفر ليتر هتلاقي مثال ليه او اكزامبلز او تمبلتس على النت في كل مكان، تملاها بس زيها. انا فلان الفلاني بشتغل في شركه كذا، اب وعندي ولدين وعايش في مصر بقالي كتير ورايح كذا عشان اتفسح وهزور الاماكن دي 1 2 3 4 5، وانا هكفر مصاريفي من مرتبي اللي بحوشه او دخلي او كذا، شكرا. خدنا ورقنا، جهزناه، حطيناه، رصيناه، بناخد ميعاد الايجنت، بنروح في اف اس او تي ال اس او بي ال اس او الما فيفا، بنروح نقدم الورق، بيراجعوا موظف هناك، موظف مصري، ولا بيسالك ولا في انترفيو ولا في حد بيقول لك اتكلم كلمتين بالانجليزي، ما حدش يقول لك حاجه، خلاص. بتروح موظف مصري بياخد منك الورق، ولو الورق كله تمام، لو في حاجه ناقصه بيقول لك اعملها، لو الصوره ناقصه بيقول لك غير الصوره لو الصوره فيها مشكله، وبتدفع الدفع 80 يورو بما يعادلهم بالمصري. انت مش بتدفع يورو، بتدفع بالعملة بتاعتك بالمصري. في دفع طبعا بالفيزا، بتاخد الايصال، بياخدوا بصماتك وبيصوروك، وبتكتب هناك على الجواب سواء انت عايز تاخد الباسبور من عندهم تاني تيجي تاخده، بيجي لك رسالة ان الباسبور طلع تيجي تاخده، او لو عايز يبعته لك في اي حته في مصر. نفترض انت ما لقيتش ميعاد في القاهره فرحت رايح اسكندريه عشان لقيت ميعاد في اسكندريه، تمام، لما الباسبور هيطلع يبعته لك المكان اللي انت عايزه اللي هو في القاهره مثلا، فبتكتب على ظهر الظرف اسمك ورقم تليفونك والمكان. طيب لو انت عايز حد يستلم لك الباسبور، هتكتب اسمه ورقم تليفونه وعنوانه وتروح تديله الايصال، لان اللي هيجي يسلم له الباسبور لازم ياخد الايصال اللي انت خدته المختوم. وقت الفيزا بتطلع في قد ايه؟
الفيزا بتطلع من اسبوعين لحد 45 يوم عمل، وده اللي مكتوب على الموقع. انا مره خدت شهرين واكتر من شهرين، وبعد شهرين كلموني كان ميعاد الرحله اللي انا مقدم عليها خلص، قالوا لي تحب تحجز رحله تانية؟ قلت لهم احجز رحله تانية، وخدوا ميعاد الرحله التانية وطلعوا لي الفيزا بعد شهرين ونص، وفي فيزا جات لي بعد 10 ايام. فهي ملهاش منطق. الفيديو ده طول وانت تعبتنا عم دولة، ويعني عايز اتفرج على الفيديو 4 مرات عشان احفظ الورق واشوف هعمل ايه وخطوه بخطوه، واعمل لنا فيديو بقى ايه نملى الابلكيشن خطوه بخطوه. عينيا لو طلبتوا ده في الكومنتات هعمل لكم فيديو كل خانه في الابلكيشن بتكتب فيها ايه. طيب ايه اكتر الاسئله اللي الناس بتسالها بخصوص الشنجن فيزا؟ السؤال الاكثر شيوعا ورقم واحد، عم دولة ايه اسهل سفاره اقدم عليها؟ مفيش حاجه اسمها اسهل سفاره، مفيش دي الجذوبه وخدعه. خلاص، مفيش اسهل سفاره. المانيا مش بتدي اكتر من فرنسا واسبانيا والكلام ده، مفيش الكلام ده. خلاص، ايه الاكثر منطقيه؟ انت مقدم برنامج عامل ازاي، ورقك عامل ازاي، تاريخك في السفر عامل ازاي، هو ده اللي بيفرق. خلاص، وانت رايح فين، مش عشان المانيا بتدي مواعيد اكتر او المانيا بتدي مدد اطول وانا مش رايح المانيا خالص هروح اقدم على المانيا. طب ما هيجي لي مشكله بعد كده لما ما اروحش المانيا، ممكن يرجعوني زي ما قلنا قبل كده، او في الفيزا اللي بعد كده يحصل لي مشكله، انت ليه طلعت من المانيا وما رحتش المانيا؟ فما فيش حاجه اسمها اسهل سفاره. جهز ورقك وكل السفارات هتبقى بنفس السهوله. انا طلعت فيز من اليونان، من البرتغال، من النمسا، عادي. فاختار على حسب الميعاد انت هتروح فين، برنامجك مظبط ورقك. بس زي ما اتفقنا ابعد عن ايطاليا احتياطي. ابعد عن ابعد عن ايه؟ ازاي اخد مده طويله؟ انت ورزقك. اولا انت مقدم برنامج رحله عامل ازاي؟ انت مقدم رحله واحده 3 ايام 6 ايام 10 ايام، تمام. طالب 6 شهور ليه؟ مقدم رحلتين 3 شهور، طالب 6 شهور ليه؟ مقدم رحلتين 6 شهور، ما سافرتش قبل كده مش هنديلك. فملهاش مقياس. انا اول فيزتين شنجن طلعتهم كانوا من السعوديه، وكانت كل واحده 3 شهور، واحده منهم كانت اليونان. اول ما نزلت مصر قدمت، طلعت لي اول شنجن فيزا من اليونان 6 شهور، بسم الله زي الفل. قدمت الفيزا اللي بعديها من النمسا، ادوني 6 ايام. قدمت اللي بعديها من اليونان، ارجع بقى للجريك اصحابي، ارجع لليونانيين حبايبي بوليكاتا زي الفل. قال لك اليونانيين ادوني 11 يوم. بعدها قدمت على البرتغال خدت 3 شهور، قدمت بعد كده على النمسا خدت 6 شهور، النمسا اللي ادتني قبل كده ايه 6 ايام. في ناس بتقول لك افضل مع نفس السفاره من اول مره لاخر مره، انا شايف ان ده مش منطقي ومش هيبقى سهل، ولكن الناس بتقول ان ده بيديك مده اطول. انا قدمت على اليونان 3 مرات، اخر مره ادوني 11 يوم. الباسبور بيجي بعد قد ايه؟ دي اتناقشنا فيها قبل كده، قلنا من ايه ممكن يجي لك بعد 10 ايام، ممكن يجي لك بعد شهرين، ممكن يجي لك بعد 45 يوم، على حسب الزحمه والورق وصل والناس فاضيه تبص عليه ولا لا. يعني مفيش بروسيس واضحه للموضوع ده. خلاص، انا اتمنى اكون كده ايه غطيت معظم النقط، ان ما كانش كل النقط بتاعه الفيزا الشنجن، لان هي دي انا شايفها اكتر حاجه مناسبه لينا كمصريين. اوروبا اقرب لينا، السفر ليها اسهل، الطيران البادجت بيروح لها كتير او الطيران الاقتصادي، فبالتالي اسهل حاجه ان انت تطلع فيزا شنجن تسافر بيها دول كتير بنفس الفيزا. لو في اي حاجه انا نسيتها اسالوني عليها تحت في الكومنتات، ولو محتاجين الفيديو اللي هو بالتفصيل ازاي بتملى خانه 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 في الابلكيشن بتاع الشنجن، اكتبوا لي برده في الكومنتات. وما تنسوش ان في استشارات مجانيه، ابعت على المسجز بتاعه الانستجرام، هقدم استشارات مجانيه لاي حد عنده استفسارات عن السفر. واشوفكم على سفر ان شاء الله، مع السلامه.